هلو، معكم ليمي، واليوم باخذكم معي على فيلم ديمون سلاير اللي أخيرا حيعرضوه في منطقتنا. فأنا مرة متحمسة لهذه التجربة، فلا تنسوا تحطوا اللايك وقولوا لي في التعليقات إذا عجبكم هذا الفلوج عشان نسوي فلوجات زيادة. أوكي، في 3 أشياء موترتني حاليا. أولا أني ما أخذت تذكرة للفيلم أصلا لأنهم بيبيعونها بس ليت الفيلم. ثاني شيء الفيلم تقريبا بعد نص ساعة وانا توي ما وصلت لازم اركض. ثالث شيء شاحن تليفوني بيخلص وانا احتاج شاحن تليفوني، فالحين بتركضوا معي عشان نوصل. يا الله، حاليا وصلت للمكان بس الوضع مرة ما يطمن. يعني شوفوا حجم الناس، مرة ناس كثير. وانا توي حتى ما اخذت تذاكر، يعني يمكن انا اخلص. كانت حركة مرة مخاطرة مني اني اجي بدون تذاكر، بس مش حسنين. لما وصلت كان في طابور طويل، بس انا في النهاية لحقت واخذت تذكرة. الحمد لله اني اخذت تذكرة. فهذه هي الاجواء اللي انا بصور لها لكم. كان في براندات هنا تبيع تيشيرتات للانمي وسيوف، خصوصا سيوف ديمون سلاير. كان في حركات مرايا مثلا لديمون سلاير واشياء كثيرة، بس انا طبعا كان الاوتفيت حقي افضل منهم كلهم، فرحت على طول دخلت على السينما ويلا. يوه يا اخي اعرف صح انا وين حجلس؟ المفروض من هنا ولا قرب على هناك؟ I don't know. من أقصر مرة في ناس كثير. بدي ليش الصف الأول كان فاضي، بس أنا بالصف الأول وهذا صف VIP. أحس أقعد ورا أحسن. أوكي، أنا حاليا بالصف الثاني. شوفوا بنطلون، أتوقع تسمونه بنطلون، سروال كينج. الفيلم بكون هنا، وهنا كنت انتظر حتى يبدأ الفيلم. كل الناس كانوا رايحين جروبات وكانوا يسولفون، اما انا رحت وحدي. بس انا ما رحت وحدي لاني طبعا رحت معكم انتو. فهنا كان بيبدأ الفيلم وكل الناس كانت تصارخ، وطبعا الترجمة هنا بالانجليزية. ما راح احط لكم لقطات حرق، طبعا هذه اللقطات موجودة في الانمي اللي يتابع اخر الموسم. هنا كنت انتظر زينتسو لان طبعا زينتسو افضل شخصية في انمي ديمون سلاير. كان في حركة يسوونها الناس انه كل ما تطلع شخصية من الفيلم كانوا يصارخون، بس ما لحقت اصورهم يصارخوا على زينتسو لانه ظهر متأخر شوي. فهنا مثلا صارخوا لان جيو طلع، وهنا اخيرا اجا زينتسو اللي انتظرنا الفيلم كامل عشانه. فحاليا قدرت اني اشيل التليفون وتابع الفيلم على راحتي لحد ما خلص. وهنا اجا واحد احسب بيقول كلام مهم، بس طلع بيروج البراند حقه وشي زي كذا، فنسحب عليه وبعطيكم رأيي في الفيلم. انا هذه ما كانت تجربة اني اتابع الفيلم، بس كانت اول مرة اتابع فيلم في السينما. فكان في حولي كم واحد مزعج. في واحد وراي كان يتابع لقطات من التيك توك ويحرقها، وفي بنت جنبي كانت تضحك على اي شيء سخيف. بس بعيدا عنهم كانت الاجواء اسطورية، كانوا يصفقون، كانوا يصارخون. كانت اجواء مرة رهيبة، تحس ان الناس قاعدة تتفاعل مع الفيلم معك وتبكي معك وتتحمس معك. حتى الفيلم كان حلو مع انه نصه كان يعرض الماضي حق الشيطان هذاك، ومع كذا كان ماضي مؤثر وكان فيلم رهيب وكلنا انبسطنا فيه. وهذه انا اخذت شنطتي وبطلع من السينما او المسرح. فهذا كان فلوج اليوم، اتمنى يكون عجبكم. كانت معكم ليمي ومع السلامة.